بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم مبدعي مدينة الناصرية وأحد مؤسسين رابطة الفرق الشعبية والمثابرين، وإلى بصمة لحد هاي اللحظة الناس تذكره بخير. أخي العزيز وصديقي ورفيقي الكابتن حسين نعم مسعود، نقول لك أهلا وسهلا كابتن. اهلا وسهلا كابتن، يحفظكم الله ورمضان كريم ان شاء الله. تقبل طاعتك. طاعات ان شاء الله لنا ولكم جميعا. لحد هاي اللحظة الناس تقول كابتن حسين إلى بصمة، ورغم انت ابتعادك صار لك 24 5 سنين، وانا ادري طرف شنو صار. انا اعوذ من كلمه انا متهم انه انا محمد الضير. ايه زين. انا مثل اشتغل. فانا يزيدني الشرف يعني اولا كرياضه انه اتمثل محمد الضير، وكجزء ثاني لمحمد الضير هم يزيدني الشرف. زين. لحد هذه اللحظه بديت وياك بدايه نظيفه وانتهت ان شاء الله ما انتهت نهايه نظيفه، يعني الاخرين واخواننا المؤسسين بنيناها على حب الله، كانت رياضه حبها احترام، واشتغلنا على الساحات الترابيه قبل لا يدخل الثير الصناعي، قبل لا يدخل الخماسي، بنينا حكام، بنينا فرق شعبيه، حلينا مشاكل رياضيه، تمثلنا باللجنه القانونيه، تمثلنا بلجنه الحكام، واشتغلنا بما يرضي الله وبما يرضي الرياضه، وما تركنا اي اثر سلبي. الحمد لله اثر برغم توفر بعض السلبيات، لكن لحد الان الناس والرياضيين يذكرونا بطيب. انا ايضا اعتب على الاخرين لتواصلهم مع الكابتن محمد الضير. ليش خليته الكابتن محمد الضير وحده بهذه الفتره؟ المفروض ولدنا الموجودين برغم من تقدم العمر وفتره 15 سنه و20 سنه المفروض يواصلون، لان الرابطه اسست وطلعت نتيجه، فاي شيء يطلع شيء زين لازم يبقى ما يروح، بغض النظر عن الجهه المقابله والجهه الاخرى بدت وانتهت ويانا، لكن الرابطه بقت من ذاك التاريخ والى اليوم تتجدد. يعني اكو شيء يتقدم بحافز فاد الاخرين، فاد الرياضيين، فاد الشباب، الملعب الحام طورت. انا بالنسبه انظر يعني صح بعيد عليكم بس وياكم والله، زين وياكم والله، دعائك موجود. اي احنا ابو علي ناس يعني انت قريب على تاسيس الرابطه واسسناها يمكن ابتعد، وانا اعتقد انت تفتر بالمراعي بسيارتك الكلمه للتاريخ اقولها، يعني عايف شغلك وحاط مسمار ماي وسيارتك هاي الصغيره الشيري وتفتر بالهذا وتساعد الحكام وما تاخذ اجر. المشكله احنا قبل بدون اجر كلها. الحكام لجنه الحكام كانت اصلا ما بيفلس. احد الرياضيين كابتن علاء مو سابق السنه القويه، اكو اعلامي عندنا عادل عواد، ورئيس فريق الهواة كاتب نزل منشور، هو اشتغل اعلامي منزل منشور عني يعني، جزاه الله خيرا وتحيه له كابتن هذا الوقت. كاتب الحكم حسين نعمه وكذا، كان عنده سياره اسمها شلاق يعني، سياره اسمها شلاق، احنا كنا نروح سيد الخيل، نروح للفريحي، نروح للشطر، نروح للغراف، نروح وين ما يقول. فسيارتنا والاجوري مجانا للحكام، مع احترام الحكام اللي اشتغلوا ويانا، اعطيها لهم ماينا وسيارتنا، وكنا احنا نروح يعني بما فيهم الاخوه علي حميد الكابتن. شوف الفرق هسه بين الفرق هسه وين نروح، الحكام يجون اول قبل الفرق، قاعدين بالساحه الترابيه ننتظر الفرق شو وقت تجي. هاي كان اكو دافع يعني بهذا الفريق، من يجي يشوفنا قاعدين، يشوف استاذ حسين، استاذ علي حميد، استاذ يحيى قاعدين ينتظروهم، وتبدا اللعبه وتنتهي. تصور في اليوم اتذكر بساحه الطلبه حكمنا لعبتين في ان واحد، وهاي ما تصير. اللعبه بثلاثه خلصت بالخمسه، حكمنا اللعبه الثانيه، ما اجوا الحكام فمشيناها. كان لنا يعني حب التعاون، يعني انا ما دام محمد الضير شخص رياضي ويا يمثلني فاشتغلنا بروحيه صادقه، يعني بدون مصالح بدون كذا، يعني ما انا ما اشتغلت ما جاي تجهيزات، ما جاي راتب. فانت هاي الرياضه من انبنت صح مشت صح، ولذلك هسه الرياضه راح تستمر بعدنا ب10 سنوات. هسه ولدنا من يجي يقول رابطه محمد الضير بس بيها ولد اشتغلوا وياها تقريبا 30 40 واحد، بما فيهم حكام الاتحاد ما ننكر صح. اي احنا فكره الرابطه بالبدايه بال 2003 اتذكر تاسيسها، بالتالي عممناها على الاقضيه والنواحي، وكانت صعبه يتقبلون النظام انا قبل فتره قريت منشور ناشرينه بال 2007 ورجعنا بال 13 على اشاره الكابتن اتذكر، يعني كنا اشاره الكابتن معارضين عليها. هسه الرياضه اختلفت مو صار كابتن اساس كان رائع. مواقف جيده تذكر تاريخ رياضه، تاريخ اسم محمد الضير بما فيهم يعني ذكرانه. انت كنت تلعب يعني وانا واقف يعني، فقبل لا تكون علاقتنا قويه من كنت كلاعب يعني، كان تهديف ضربه حره مباشره اليسرى بالمدينه اتذكر، كان احنا يعني كنا بعدنا فرق، بعدنا ما بنهتم بالعمل الاداري. بعدين صارت الحاله من رحنا للشطره كحكم انا وكان اخوياي، انا كنت مصاب رجلي يمكن اصبع مكسور، ورحنا لعبه يلعبون الطلبه وحي المعلمين، فكان عضو برلمان هسه عبد الامير الدبي تعرف الشيخ، فقال لهم الا هذا الحكم يريد يحكم. كان واحد من الحكام ما قبل يحكم، الحكم قالوا على هاي اللعبه كلش قويه وكان الجمهور بالملعب، فقلت له يابا انا مصاب، قال ابو علي هي كل لعبه يراد لها رجالها صح. فالتحكيم كان تحكيم فد عبء علينا، يعني كان يتجاوز علينا وانقلط علينا وكذا، وما عرفنا التحكيم وسوينا حكام يعني شلون. انا اذكر نقطه الكابتن محمد الضير كان رافد جليل، اصغر لاعب بالطلبه، اصغر لاعب هسه مدرب الطلبه اي،
فهسه مدرب طلبه قال اعطوه اشاره الكابتن. قلت له ليش كابتن؟ قال هذا اصغر لاعب اعطيه ثقه اشاره. فاحنا ايضا جبنا حكام صغار وطيناهم خليناهم حكام، صاروا حكام. فالبناء الصحيح بالاساس شوف النتيجه مالته هاي. يعني احنا لو كان بناءنا خطا وبناءنا بمصالح ما استمرت كان فشلت. ولذلك هسه العمل الجيد يعني اكو سلبيات بيه، اكو نقد يعني دائما نشوف ماكو عمل ما بيصير. اي الشجره المثمره ترمى بالحجاره يعني. فانا اسال الكابتن قبل اللقاء اقول له كابتن وايد زعلانين عليك. فانت زعلان لازم توضح لهم. هو اللي لو ما يحبك ما يزعل عليك. اي احنا لو ما يحبك ما يزعل عليك عادي. احنا خلينا الجانب الرياضي ونعوف الجانب حسين نعمة كثير ما يعرفونه بالجانب الانساني، وانت ابو الانسانيه ابو علي. يعني انا مجربك اكثر من موقف دمعتك بعينك وساعد الفقير، وهي هاي نادرا يعني. هي هاي انا ما بدي احكي علينا انا، كنت تقول ما كان يعني ما كان بس, ما كان بس كثير من العالم ما يعرفون هذا الجانب اللي حسين نعمة اذا شاف الفقير او شافه يبكي ويعطي ويساعد. عيادته مفتوحه. ما بدي احكيها بالاعلام، انا عملي عمل شعاعي يعني. اختص بالاشعه. عندي عياده خاصه، فالعياده عندنا اسعارها غاليه. يجي مريض عنده اشعه او رنين او مفراس سعرها غالي صح. فيجي لي يابا وين اروح؟ فاقول له تعال للمستشفى. فمره صار موقف يعني الاشعه 100، قلت له تعال المستشفى اشتغلك ببلاش. هو ما اقتنع الرجال. اجى الصبح قال لهم واحد هيك وهيك كذا وهيك. انا سمعت قلت له تعال. اشتغلت بيدي اشعه ملونه. فسال شخص حجي انا قال لك انا رحت للعياده اشعه 100 معقوله يعني هو نفسه هذا اشتغله ببلاش؟ ليش اشتغله ببلاش هنا؟ ليش ما اخذ مني 100 هناك؟ قال له خذ شهتك وروح. قال له شو ما مقتنع انا؟ فجاني قال قلت له عمي خذ شهتك وروح. احنا في الشخص اللي ما عنده نوقف له، خاصه زمن كورونا تدري انت مفاص 50,000 و100,000. كان موقفك زين. انت مرات اذا يجي محمد اخي محمد صديق محمد، احنا واجبنا نخدم الناس وعملنا انساني، قدمنا بما يرضي الله. انا مرتاح من سالت هذا السؤال حقيقه مرتاح، ما اريد احكي بيه. ليش؟ لانه انت اقرب الناس لي وتعرف ساعدنا الناس بما لله. زين. هسه فتره رمضان ما ادري سوينا. احنا واجبنا رياضتنا. كل الرياضيين يجون العياده يوديهم كابتن هدير جواد معالج طبيعي، ابو ايه معالج طبيعي يودوهم. يعني انا من يجي الكابتن يلعب ويا طاوله كابتن طلب من قلت له ما اخذ منك فلوس تفاجئ. اقول له روح يعني. هي نادرا ما واحد يسويها. انت رجال عندك عياده ما تاخذ فلوس والله رياضي. احسنت. فالرياضي بما فيهم كابتن عقيل مكتوب الورده المحترم الرياضي الحباب يعني لاعب الطلبه يعني. هم الاصابه ذاك يوم صح انا يتحضر عليه الوصول بعض المواقف. هسه احنا ذني تعود نخاف على تربيتك العائليه، الوالد والوالده الله يرحمه. شو تقول؟ هاي تعكس واحد تربيته. انه انا اليوم انا والله قبل 15 سنه شفت رياضي ويجيني العياده ما اخذ من عنده فلوس، وهي نادر ما يصير. نادي الناصريه عندنا نادي الناصريه الام ونادي ديقار مو؟ فكابتن احمد مكتوب جاب الرياضيين رئيس الحكام ابو حنان جاب الرياضي ما اعرف والله، بس قال هذا لاعب نادي ديقار. وجابوا لاعب ثاني بنغالي او هيك يعني اسيوي. فهو حتى جاب قال هذا كابتن يعني كابتن مو كان الثاني رياض. كابتن ما اخذ فلوس ما دام نادي الناصريه. قال كابتن قلت ابد والله حتى لو مغترب حتى لو صح قالوا له هذا كابتن حسين كان بالرابطه. قالوا له هذا لاعب فهموه كان حكوا انا اجوكم انتم تجون نادي الناصريه ببلاش علاجكم ببلاش هنا. وهذا شيء طبيعي. هم انت ثوري ويانا بالمظاهرات يعني. انت اكو ناس ما تدري انه حسين نعمه اغلب الريوقات والبيض والهاي كان تجي خبز حار تجيب للمتظاهرين. احنا تتذكر يعني احنا تعلمنا يعني انا للتاريخ اذكرها يعني. حسين نعمه كان مساهم فعال خاصه خيمنا الرياضيين والخبز الحار والبيض والهاي دائما. هي مو بالضروره واحد يكشف عن انتماءاته بس احنا لا انا ما اعرف التاريخ غريب للتاريخ. انا الرياضيين وين ما يكونون ما فيهم محمد خضير يعني. الرياضيين ما فيهم محمد خضير يعني. هسه يزعل الاخر يسمعني وما يسمعني الله يخليك. ما فيهم يعني. وين ما يروح محمد خضير انا وياه يعني اخ عزيز. حتى وين كان على باطل انا وياه. يلا موقف محرز بالرياض. انا وياك وين مباراه والله موقف محرج. كان وياي حكم اسمه سعد سكيل. لا مو سكيل سعد بالارامل. سعد عبد الخضر. فلعبه كانت افتتاحيه ولعبه كلش قويه. كان المساعد مالي سعد منا عبد الخضر ومنا مازن سمير. فهم اصدقاء يعني لحد بيناتهم يصير كل شيء ما يشاركون قدامي. اكو نقطه مهمه اذكرها. شوف الحكام كلهم اشتغلوا وياي من اجل انا بالساحه وخارج الساحه ما حد يدخن قدامي يشرب سجاير ابد ولا حكم. وصحيح هذا ولا حكم يشرب سيجاره قدام. مو هسه يختلف يقعدون كذا ولا حكم. فسعد عبد الخضر اللعبه 7 دقائق بدت. عنده لاعب زميل عنده ميانه وياه يعني خاصه بعد سبته وبعده وافتتاح جاي يلعب الزاويه اشر عليه قال كابتن يتجاوز عليه وكذا وهيك. شو تجاوز عليه؟ قال لي فلان شيء وطيته احمر وطردت اللاعب. انا
حكيت ويا الحكم كابتن حاول، قال ابد ما جاوز كابتن، غلط عليه. قلت له هم اصدقاء يعني بلاد اللعبه. فانا هذا الموقف لحد الان اذكره. قلت له سعد انا ما اطرد لاعب هاي اللعبات، وانا النهائي والساحه احب يعني يمشي بما هو يعني حتى لو يميل على نفسه. موقف جداحه، شنو موقف جداحه؟ لا موقف جداحه، كنا من نلعب احنا لازم نعلج، ناخذ علج الحكم حتى ينشط شويه الفكين، فماكو علج من هذا اشترينا علج مر بكيس. فانا من جاي امشي بالساحه اخذت الكيس اسوي هيك علج مر. قال الحكم مالنا جاي يشرب حبوب. هواي مواقف. اي احنا نذكر علي حميد، دكتور لؤي، دكتور احمد مقطوف، سيد شعلان، غسان، جليل ابراهيم، هذول كلهم كوادر الرابطه، صادق عباس كابتن. هواي عندنا كوادرنا اللي هم هسه مبدعين بالمجال. انت طيب ورئيس مجلس الاعلى ورئيس رابطه، فانت تتحمل النقد، تتحمل الايجابيات، تتحمل السلبيات. لا ما في مشكله. يعني هم ولدنا بصراحه ولدنا والكادر اللي قدموا والاسسوا يعني هم لهم فضل على الرابطه بما فيهم المتكلم، يعني فضل على الرابطه لانه ندز عليهم يجون حتى اذا امسيه رمضانيه يتكفل بها المتكلم، يعني هم دول ولدنا اخبارهم يعني احنا وصلنا لمرحله انه احنا راعين للكل، الاتحادات، طلعنا من قوقعه الفرق الشعبيه وهم احنا جزء من عندهم، احنا مسؤولينهم، يعني احنا الكادر الاعلى مالتهم. احنا وصلنا انه احنا نجمع العائله الرياضيه مال الدقار كلها، او عائله الدقار الشعريه والاجتماعيه والهاي. يعني احنا صار خليط، قبل بس رياضه، هسه صار شعر، صار ادب، صار فن، صار كمال اجسام، صار كره طاوله، صار هاي الرابطه صارت هاي اخر 10 سنين 7 سنين صار تحول بيها. فاحنا بالنسبه لكادرنا ما ناسينا، اكيد احنا متفضلين واخواننا اعزاء اصدقاء علينا حقيقه، ما ننسى اي شخص ساهم بهاي الرابطه. كلمه اخيره ابو علي. كلمه اخيره في شهر الغفران، شهر الطاعه، شهر الايمان، شهر رمضان، ان الله يمن عليكم بالصحه والعافيه وعساكم من عواده جميع الرياضيين ان شاء الله، بما فيهم الاخص يعني ابو نور، انا وابو نور طائف عنصر يعني احنا اخوان، اخوه واصدقاء، والكباتن كلهم اللي يسمعونا واللي يشاهدون اللقاء ان شاء الله، بما فيهم من 2003 لحد عامنا هذا. اتمنى لهم الخير والموفقيه، واتمنى انه ما نسيت احد ان شاء الله. يعود عليكم بالصحه والسلامه. يعني كلمه بحق الكابتن حسين نعمه سعود، رياضي من الطراز الاول، انسان بمعنى انسان، انا اعتبره اخوي الاكبر واستشيره باكثر من مباراه، اكثر من شغله، ما يجامل، محب من مدينه الناصريه، اعطى فتره بال 14 سنه اعطى كل شيء رياضه الناصريه، لذلك احنا مجهوداتهم جاي نقطفها بالاقضيه والنواحي. هذا الرابطه كل قضاء وناحيه اكو شيء اسمه رابطه، فاحنا حقيقه من الناس المتفضلين والممتنين من عندهم لرياضه الدقار هو حسين نعمه، وانا جد الشكري، وانت هذا استحقاقك، تكريمك سنوي اساسي عندنا. كابتن انت اساسي يعني. انا النقطه اللي اقولها، ما احنا كنا بسيارتنا نفتر انا وياك نوزع جوائزنا وهدايانا على الناس، ندق الباب على الحكم على الفريق، هاك هذا الني استحقاقك من كرات من كذا، وين اكو هيك رياضه يعني بالعالم؟ ما يسوون. دق الباب كابتن هاي تجهيزاتك الرياضيه هاي كذا، بالسياره نفتر. فهاي مواقف تذكر. ليش قلت لك احنا زرعنا طيب نبقى على الطيب ان شاء الله موفقين. وحده ذكرتني كريم، الله يعطيك الخير، كريم سيد الخير. احنا سيد الخير تذكر احنا معزومين غدا، انا رئيس الحكام هو رئيس رابطه، خططنا الملعب تذكر رئيس الساحه ما مخططه. قلت له ابو نور شلون؟ انا يعني انا شايف نفسي انه لجنه الحكام رايحين ضيوف نوزع جوائز حتى ملابس الناس. قال يلا ابو علي ننزع هديتنا وجواربنا نكف بطراتنا، ضلينا نخطط. اجوا الجماعه قالوا ايش جاي يسوون؟ هذا رئيس رابطه ولجنه الحكام ورئيس القانون جاي نخطط بالساحه. فهاي يعني ليش تذكر هسه؟ لانه هذا عمل الخير. ذكرت كريم، الله يذكره مثل كريم ستار غازي، الله يوفقهم ان شاء الله. كابتن ستار رائع، ابو سيد خيل يعني شخصيه من الشخصيات اللي يعني لا زال ويبقى اعتقد على نفس السيستم مالته، صح ما متغير. انسان مرتب رياضي يعني يحب الرياضه. يحفظكم الله ان شاء الله ويعود عليكم. احنا ان شاء الله باعلى المراتب ابو علي نشوفك وصحه وسلامه وحجه وعمره وكل تريده ان شاء الله يعطيك، لان انت انسان تستحق التقديم حقيقه. يحفظكم الله وان شاء الله الرابطه تستمر ان شاء الله يعني. واذا تفرغت انا اجيكم والله اجيكم ان شاء الله دوره حكام علي مجانا يا الله، دخل حكام بها وغيركم ان شاء الله. ابو علي ما اريد انت واحد من عندنا مو تجينا احنا، انت تجي وانت تقول اسوي فلان شغله. انا كابتن التربيه مرتبط عمل دوام بالمستشفى وعمل بعياده زين، فمرتبط يعني شوي عليه لود. بس انا اذا افرغ الحكام هي لي فد 10 حكام 20 حكام متفق وياهم شهر 30 يوم اطلع لك. بس احنا متفقين، انا اقول انا اذا اكتفيت ماديا ارجع
ما صار لك 10 سنين ما بكتب مادي. وين يا قاسم عندي وين الوزاره؟ هذا اللي تحط بجيبك. احنا كنت متفقين، كنت انا هاي الفتره اغيب لان ارتب روحي وجهادي يعني وضعي المادي. وهاي هسه اعتقد انه انت وضعك زين صار ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله والشكر. ان شاء الله. وعلي كابتن موفقين موفقين. طبعا عليك كابتن علاء.